اهلا وسهلا، والله شرفتي. بكير. شو زعلان؟ لا ماني زعلان، تفضلي تفضلي مطرح ما كنتي، رجعي شرفي. ممنوع يعني يزور اهلي؟ لا مو ممنوع، زوري اهلك براحتك ايمتى ما بدك، بس انت ما كنتي عند اهلك يا خانم. لا كنت، وبعرف انهم بعتوا الغراض، بس انا جبرتهم يكذبوا عليك. وده كان يصدق؟ والله مشكلتك. الهيئة مو بس هي مشكلتي. شوف انا تعبانه ومالي قدراني اخذ واعطي. مالك قادرة تاخذي تعطي؟ وقادرة تروحي تاخذي حريتك؟ تغطي وين ما كان؟ مالك سالي عن رجال؟ مالك سالي عن بيت؟ ولك مالك ابو سالي؟ نديم اوعك لا تغلط معي ها. ولك انت عم تغلطي بحق نفسك، انت عم تغلطي وتجيبي الغلط لحالك. لك شو فكرتيني هون انا؟ خيال صحراء. انا ما غلطت ولا بغلط. اسمك بحياته ما رح يتوسخ، وانت جوزي وعلى راسي من فوق. انا جوا. لك شو نصيبي هي؟ العمى العمى. الحمد لله. ابو نديم، خذ التلفزيون معك. هي الاغراض كلها مولنا. حطه هون، وروح جيب طاولة التلفزيون والكاس اللي بعتوهم، بلا ما حدا يلعب فيهم ينزعوا. اكتب اكتب اكتب. والله ما عرفت حالي، انا عم بغلط ما عم بغلط، ما بعرف شو عم بغلط شيء انا. وانا ما بعرف. سلطان سكر هالباب. وناولني هالكياس من عندك. أنا سألت أمي عن التليفون وقالت لي إنه عمو صفوان خبرك إنه رح يركب بهاليومين. شو؟ أنا كنت عند أهلي لما لا؟ هلا انت بدك تركبي التليفون بهالاوضه هي بس؟ طبعاً، لحتى ما يتطبش أغراضي. ليش شو في؟ خلص، ما بدي أقول لك مشان ما تضايق. لا ما بتضايق، قولي لي شو في؟ هلا بتقول إني عم بتبلش ست أمينة؟ لا انا مو ناقصني ها، يعني شايفتيني انت لا حجن الا شوي ها، شوفي قولي لي. مصر؟ ايه بابا ما بحبني لا حبيبي، ليش هيك عم تحكي؟ لأنه أخذ التلفزيون اللي عندها. أمينة، أنت كسرتي الصورة صحيح؟ حرضتك علي ما هيك؟ لك هلا لا تجننيني، ماني ناقص، جاوبيني. عم تشد معي يا ابو نديم؟ لك شو بدكم تجبطوني انتو؟ العمى على مصيبة، أمينة؟ فهمي علي بقى، لك ارتاحي وريحيني، لا تطلعي لي جناني، أنت بتعرفيني ها. خلص سلطان، قصير الشر. اختي انا مسامحتك، لا تهزلي بدنها. تعال اقول لك. خلص تعال. تعال حبيبي، تعال مشان تعال.
لا تعصب، لو عرفانة بدك تبهدلها بهالشكل ما كنت قلت لك. يعني انت قلبك عليها؟ لا يعني بجوز هيك تكون كسرت الصورة عن غير قصد. لك والله ما تعرفان شو عم يصير لا فيني ولا بهالبيت، لا والله. ايه حاجة بقى، خلص روق. رح اقوم حط لك لقمة تاكلها. بعرف دواك. مساء الخير يا احلى زوجة بالدنيا. أهلين مسا النور. لحظة لكمل هالكلمتين وبقوم بنتعشى سوا، كل شي جاهز. حاضر، على عيني وراسي. مين اجى لعنا؟ أبدا ما في حدا، كانت دانا هون وما طولت. شو بدها؟ كيف؟ ما فهمت. قصدي يعني شو قالت؟ شي عن شو؟ يعني شو حكت لك عن بيتها، عن جوزها، عن ضرتها؟ أبدا، بس اعتذرت لي عن تصرفاتها معي بالمدة الماضية، وقالت لي إنه اكتشفت إنه أنا أجمل وأعظم أم بالدنيا، واكتشفت إني مظلومة وإنه هي وحدة من اللي ظلموني. عظيم، عظيم كتير. معناتها أكيد جابت سيرتي. أبدا ما جابت سيرتك. ما حكت عني أو قالت لك إني أنا ظالمك أو عم عذبك أو أبدا أبدا. عجيب. شو العجيب؟ العجيب هو عيد الشجرة. عيد الشجرة. يا ستي أنا اليوم داعيكي على أحلى سهرة بأحلى محل. شو المناسبة؟ المناسبة عيد الشجرة مثل ما قلت لك. يلا حبيبتي قومي البسي أواعيكي. يلا. ها اهلين ظافر. تفضل استاذ. هي الملف بكامله. خلصت كل الدراسات؟ كلها صارت جاهزه. جميل. اذا ما بقي قدامنا غير تنفيذ اقتراحات المهندسين. استاذ انا حسبت الجدوى الاقتصاديه للمشروع. اذا ضحينا ب50 مليون كلفه التدعيم وصب البيتون بالفجوات، القطارات ما رح تتوقف عن الشغل. بهالحاله رح نتلافى الخسائر. فشو رايك استاذ؟ انا موافق، لانه ما في قدامنا غير الحل. بدي منك الله يرضى عليك تعدل لي تقرير مفصل مشان نبعته للوزاره للحصول على الموافقه. حاضر. شكرا. يلا باذن الله معك. صار غايب دياب شهر ونص عن الشغل. إذا ما داوم رح أرفع فيه كتاب للإدارة وبالتالي رح يفصلوه. هو بيعرف هالشيء وما بعتقد بيرجع. وليش بقى؟ لأنه بصراحة خايف منك أو خجلان، ما بعرف. خاف مني؟ سيدي هو حر، رح أنتظره يومين. إذا ما داوم رح أرفع كتاب للإدارة لأنه ما رح أتحمل مسؤوليته. الو، كيفك ماما؟ ايه، هي اول مخابرة بطلبها. الله يبارك فيكي. ايه اليوم ركبوه. طيب حبيبتي. صار عندكم تلفزيون ندين؟ عم تشوفوا مسلسل جزيرة الكنز؟ أنا كل أفلام كرتون مستنصرة.
لا قديش مصارك لهلا؟ تعال شوف. بدي تلفزيون. تلفزيون؟ عنا تلفزيون. بدي اتفرج على افلام كرتون. اتفرج حبيبي، مين منعك؟ بدي تلفزيون بغرفة ماما. ولا طلع فيني لشوف. امك قالت لك تقول لي هيك؟ لا. لك الله يعطيك العافيه. الله يعافيكي. شو ابو حبيب قلبي زعلان؟ ما في شيء، ما في شيء، بس بده يتفرج على افلام كرتون. يجي يتفرج عندي. بدي تلفزيون بغرفة ماما. روح هلا، روح. حبيبي انت ما بدك تعال تتفرج عندي على التلفزيون؟ اوام دبت الغيره بقلبها. هلا صار بدها تلفزيون، ناقص يصير بدها تليفون كمان. لا خلصنا هلا، مو وقتها هلا، خلاص. أيوة. ساعي البريد. إيه أهلا وسهلا. سيدتي، انتهت اللوحة وغادرتني. سامحيني حين تلحظين فيها بعض الألوان الداكنة والتي ما قصدت أن تكون، لكن عالمي فاض بي فانسكب دون إرادة مني. سامحيني إذا لم تكن على قدر ما تخيلت أو أردت أو تمنيت. دان ربيعك أتاني وصحراء قاحلة لا تملك قطرة ماء، قد لا نلتقي إلا بالخيال، فأرجو أن نحمل أطيب الذكرى. ما في اخبار جديده؟ ما علمي علمك ما بعرف شيء. ايوه، انا شو عم بطلع؟ وقال زاهي لنغم: الصداقة لؤلؤة في قعر البحار، ولكن كيف نأتي بها؟ صباح الخير حبيبتي. صباح النور، قهوتك جاهزة. ويسلم ايديك. الله يسلمك. كيف شغلك؟ ماشي الحال. قضية غسان الأخيرة نستني أسألك عن مشروعك الجديد، مطعم اللاذقية. لسه عم ندرسه لأنه مشروع مكلف كتير. وما دام مكلف ليش وعم تفكر فيه؟ عم أفكر إني أدخل معي شريك. ليش ما تعلمت من أبو أسعد؟ معك حق. عم أفكر أتخلى عن المشروع هذا. يا ريت، بكفيك تعب، وانتبه شوي لحالك ولبيتك. فعلا تعبت. شو جاي على بالي سافر أنا وياكي، روح زور بنتي زينة وشوفها واطمن عليها. اشتقت لها كتير.
منيح اللي تذكرت بنتك. شو أنا نسيتها يعني؟ إذا نحن اللي موجودين معك نسيتنا، ما بدك تنسى بنتك؟ رجاء ليش عم تحكي بهالطريقة هاي؟ أنت شايف حالك شلون صرت؟ عايش بالقلق وعلى طول متوتر وغايب. إذا كنت أنا غرقان بالشغل شو بدي أسوي يعني؟ مو هذا السبب. لكن شو؟ أنت بدك تخبرني شو السبب، بتكون صريح معي. أنا ما عندي شي خبرك يا هي أول مرة بشوفك بتهرب. رجاء لأني بحبك. ما قنعتني. شو هدول؟ مثل ما انك شايفة. يا ريت تحطيهم بغرفتك. لا، هون أحلى. بكره اذا انكسر شي من بيناتهم بتبليني فيه. بتمنى تزقريهم. العمى، لك انا ما شفت وحده مثلك لئيمه. امشي طلعي برات البيت يلا. ما فشرت عينك انت اللي بتتقلعي مو انا. هذا بيتي وبديتك براته. امشي. خلاص ايدك علي. وين بيتك؟ وين بيتك؟ كسرتيها الله يكسر ايدك. انا بفرجيكي. الو، اعطيني سلطان. مين عم يحكي؟ انا مرته. ايه لحظة. أبو نديم. الو. ايه خير، شو الحكي؟ الى خلاص انا هلا جاي. انا بدور على البيت شوي. خير شو في؟ ما في شيء، بس دانا تعبانه شوي. ايه روح. شو هاد؟ ماما شو بكي؟ ما في شي حبيبي، ما في شي. سلطان، هلا بدك تختار يا انا يا هي بهالبيت. لك شوفي شو صاير. تعال شوف تعال شوف. يا كسرت لي الفازه اللي بعثت لي اياها ماما، وفوقها كمان ضربتني. يعني رجعتوا للخناق. هلا بدك تقلع من البيت. أمينة ليش هيك عاملة؟ ليش كسر الفازة؟ هي اللي دفشتني عليها. بتصدق هالحكي؟ أول مرة كسرتي الصورة ما حكينا، سكتنا، خرسنا، هلا كسر الفازة، لك ليش هيك عم تعملي؟ ليش؟ وقالت بدها تكسر التلفزيون كمان. شو عم تحكي؟ كذابة. لا شرفك كسريه. يلا حبيبتي يلا دب اغراضك وانقلعي من هالبيت. هذا بيتي وبيت ابني. وعم تعيرني وتعيرك كمان. شو عم تقول؟ قال انا وياك صرنا مثل الشجرة اليابسة. يخرب بيتك لهون وصلتي؟ ما عاد في حياة؟ لك ما عاد استحيتي؟ ابو نديم، هي وحده كذابه، انا ما قلت هالحكي ابدا. هلا صرتي تنكري؟ شوفي هلا مو وقت على كل حال، لا حاسبك عليها بعدين. فوتي انضبي بوطك هلا ولا تورجيني وشك بنوب. تحركي. طلع فيه سلطان. هلا هيك هذا اللي طلع معك؟ فوق ما ضربتني وزلتني هذا اللي طلع معك؟ خلص بعوض لك يا قصة، بعوض لك اياها بعدين. هلا بعدين زعيا بدقني. طيب كرمالك رح ابلعها بس. رجاء حبيبتي، بدك شي؟ أنا رايحة على الشغل. لو أنا مكانك كنت ببقى جنب اللي بحبها مثل ما قلت، حتى ريح لها بالها. أنت ليش عم تتهرب مني؟ وأنت ليش عم تقسي علي؟ شو اللي مخبيه وخايف تقلي إياه؟ أنا ما غلطت بشي حتى أخبيه عنك. تصرفاتك بتدل عكس هيك. صدقيني تعبان من الشغل. تصرفاتك مو تعب، تصرفات إنسان عايش بالقلق والخوف.
رجاء نحن بدنا مين ينقذنا. ينقذنا من مين؟ ومن شو؟ ينقذنا نحن وينقذ البيت. نحن بألف خير، البيت عم يهتز بسببك. بدي اياك تصحى يا صفوان وترجع صفوان اللي عرفته أول مرة. هذا أنت اللي كنت ملاحقني؟ ولسه في غيري شباب كتير ليحموك. طيب والنتيجة؟ ما في شي. يا اما هني اذكياء كتير او اغبياء كتير. أنا ما بفهم هيك. أنا اللي بعرفه إني صرت بخطر أنا وعائلتي. يا جماعة يا جماعة عفوني، أنا مو شغلت هالشغلة. لا تضعف صفوان، لا تضعف. كل الجمعية بأموالها ورجالها وقوتها معك. أنت دخلت الدائرة يا رجل، نحن مسؤولين عنك. لك شو النفع من كل هدول؟ أنا وضعي صار خطر كتير. أنا ببيتي صار في مشاكل، زوجتي صار تشك فيه. مو معقول يا جماعة، فهموني فهموني. برأيي تسافر أنت وزوجتك وتغيروا جو. كل هاد ما بينفع طالما بدي أرجع لهون. الحل الوحيد إنكم تعفوني وتتركوني. هاي الشغلة بإيد البيك. يا سيدي نقول له رغبتي وخلصني بقى. دياب رعبتني. مساء الخير استاذ غسان. ليه مساء النور؟ انا جاي لعندك بس ماني عرفان شو خلص ما تكفي. هلا قبل شوي كنت فاتح الدفتر عم طلع لها غياباتك. الغيابات اللي غايبهم اكثر بكثير من الاجازه السنويه اللي بتصح لك. بس انا يا استاذ خلص اصلا انا مسامحك على كل شيء. بس انا قصدي يا استاذ بامكانك ترجع على الوظيفه، لاني اعتبرت لك الايام اللي غبتهم بالماضي بمثابه اجازه حتى ما يفصلوك عن شغلك. بس فات الاوان يا استاذ. وليش بقى؟ انا جاي يا استاذ اعتذر منك على اللي صار وودعك، لانه هالشغل مالي راجع. بس مكانك بعده موجود. تسلم يا استاذ، بضل قلبك كبير وابن اصل. بس انا قصة الوظيفة لغيتها من راسي. وين بدك تروح؟ بدي اشتغل بالتجارة. بس هي الشغله بدها راس مال، وانت وضعك بتعرف قديش مكركب، يعني ما فيك ابدا انك تشتغل بهي القصه الا اذا بس انا بدي بيع البيت واشتغل بحقه. بيع البيت؟ وين بدك تسكن؟ رح اسكن مع ابن عمي بخربة الدين. لا تكون بدك تشتغل بتهريب لك دياب؟ بدك الصراحة اي نعم. بس هالطريق اخرته بشعه. شفت شو صار معنا المره الماضيه؟ اللقمة مغمسة بالدم يا استاذ، وانا يا دوب عم باكل خبز من راتب المحطة. بدي اعيش. ما بعرف شو بدي لك. انت ادرى بمصلحتك، مع اني ما بتمناك تشتغل بالتهريب،
لا تخاف علي استاذ، محسوبك بسرقة من تم الطير. لازم انتبه على حالي واترك الدواء. لازم جيب ولد وصير ام واعطيه كل حياتي. لازم يا دانا تعيشي الواقع يلي انت فيه وتأسسي عيلة وتتركي المستقبل للأيام. شو؟ يعني كانت ضرورية كتير جيتك لهون؟ لازم حل وضعي مع المحطة. عم بيكون غسان حلق لك من وقت ما انقطعت أخبارك. بالعكس تسلم لي عينه، كان عم يداري علي لبين ما اجي. وهلا يعني انحلت الأمور؟ مش الحال. نروح نسترزق؟ ماشي روح قول الله. إيه علينا بردة السيارة، صار لك ساعتين رايح. ايه بدي غيرها هسه حتى يجينا قرشين. كيف حال الشغل معك يا ابو نديم؟ والله يا عمي على قلت المثل، اولاد الحرام مو مخلينا اولاد الحلال شيء. كنت متفق مع تاجر على شروة صوف، الرطل ب 25 ورقه، شو اللي لعب بعقله ورده على البضاعه وخلاه يرجع لي اياها ما كنت عارف. بيكون حدا دفع له سعر اقل. يا عمي مع اني متفق معه وسلمه اياها بناء على طلبه ومسك على شواربه وقال لي خلاص. هالايام ما عاد حدا يرتبط بكلامه. بس لو اعرف مين هالابن الحرام اللي نزع لي اياها الشروه. بدك تطول بالك شوي، هي حال السوق. ايش دانا شبك؟ ما بعرف شو اللي صاير لي. حاسه نفسي عم تلعي. مع اني قلت لها لا تجي معي، ما رضيت الا تجي. الو صفوان وينك؟ شو ما فيك تحكي؟ مشان الله تعال، انا عم بستناك بالمكتب. تعال. ايه على مهلك حبيبتي على مهلك، مالي فهمانه هالبنت شو صاير لها. شوي صفوان مين تلفان؟ نمرة غلط. هلا دانا بشو حاسه انت؟ ما بعرف، عم تلعي نفسي كثير. بتكون اخذ برد وانت جايبها. لانه طول الطريق فاتحه الشباك بالسياره حضرتك. متضايقة مش يا عمو؟ ما بعرف يا عمو، كثير عم تقلب معدتي. معناتها لازم ناخذها على الدكتور. في دكتورة صديقتها لرجاء. عال على طول العنوان انا باخذها. دانا تعبانه كثير ما لا قدرانه تتحرك. خدي سيارتي وخديها على الدكتورة. انا بروح معهم. شلون تروح معهم؟ دكتورة نسائية، يعني شغلة نسوان. ما عم تقول لك تعبانه كثير، اتركهم لحالهم. انت خليك هون، في شغل بيني وبينك. ايه بعد ما نخلص من عند الدكتوره واذا كنتي مرتاحه باخذك على السوق بشتري لك ثياب. ليش في موديلات جديده نازله؟ كل موديل احلى من الثاني، وفي شغله كمان صارت معي امبارح بس لنرجع بدي احكي لك عليها. ماشي. على مهلك. لا مشغول شوي هلا. شي نص ساعة بتصل فيكم. مع السلامة. ابو نديم. ايوه تعال شوف. شو هي مسجلة هون؟ شو هي انو؟ هي حسابات اليوم الاخراني تبع، يعني هيدا دفعه من ثمن الكراسه تبع الشهر الماضي. ليش مسجلة مرة ثانية هون؟ اعوذ بالله شو عم تحكي انت؟ تفضل شوف. ايه والله. لا هي بالغلط، الله وكيلك بالغلط، لا امسحها، اشطبها بالقلم، هي القلم بايدك اشطبها. ابو نديم بزعل منك ها؟ مقصر عليك انا بشي؟ اعوذ بالله، مين قال هالحكي يا صفوان بيك؟ انت مقصر؟ لا يمينا بالله مالك مقصر. خلص اشطبها، هذا غلط غير مقصود. ابو نديم دير بالك، هالحركات هي مو علي انا. مو انا اللي بسوي الحسابات، الله وكيلك، انت بتعرف دياب. يرضى عليك خلينا اصحاب وعم نشتغل بنظافة احسن. هذا دياب ناوي يعلقها بيني وبينك. المهم هلا طمني، شو اخبار المحطة؟ عدد القطارات عم بخف؟ والله اللي بعرفه قلت لك عليه. إذا شغل المحطة بده يوقف ما في داعي نستمر بفتح الاستراحة. صلي على النبي، شو حتسكرها يعني؟
واحسن ما نجمد مصاري ونخسر. اعوذ بالله، تف من تمك، بكره بترجع القطارات مثل ما كانت واحسن، وبيرجع الشغل مثل اول واحسن بكتير. ماشي الحال، مع اني ماني متفائل. لا صفوان بيك الله يخلي لي اياك، روق انت بس روق، تفائلوا بالخير بتلاقوه. شو الدورية طولت ما خلصت؟ لسه الليل بأوله معلم، بس كأنه نحن اخترنا المكان الغلط. بالعكس، هي منطقة مكشوفة وهي المناسبة للتهريب. هون ما بيتوقعوا التهريب، هلا بيخلصوا وبيروحوا. وينو دياب؟ فوق براس التلة بده يستلم البضاعة. بقية الشباب؟ كلياتهم جاهزين. بقيان نص ساعة الاستلام. كيف شفت اللي دياب؟ على كيفك. دياب عطانا إشارة، معناتها البضاعة على وصول. شو هاد؟ لكن سحبوا بسرعة بدون اشتباك. يلا. ودياب؟ لك يدبر حاله. والبضاعة اللي معه؟ ولك عم تفهم عربي، امشي. دياب جديد هاد؟ مساء الخير. مساء الخير. مساء تأخرنا النور. عليكم ما هيك؟ ليش تأخرتوا يا هلا؟ طمنونا، شو قالت الدكتورة؟ إذا ما بتعطيني الحلوان ما بحكي. حلوان؟ حلوان شو؟ مبروك يا سلطان، ده أنا حامل بالشهر الأول. بربك. لك شو الخبرية الحلوة هاي؟ مبروك يا عمو. شكرا عم. تعي حبيبتي، تعي. شو جايبين لنا حلوان؟ حقك علينا، نسينا نجيب. لكن شو في بهالكاس؟ هدول بيخصوا اللي بدها تصير أم. هدول للمولود. يا حبيبي، من هلا بدنا نصرف عليه ونحسب حسابه؟ ونبهت الدكتورة على دانا إنه تراجع كل أسبوعين مرة حتى تطمن على صحتها وعلى الحمل. سمعت يا أبو نديم؟ كل أسبوعين مرة ها؟ إيه لا سمعت، شو بدي أعمل؟ والله العظام شياتي بتحبها، خلص كل أسبوع إذا بدها. وبشهرها بتيجي بتقعد عنا كم يوم لحتى تولد. ليش بدها تولد عندكم؟ طبعا، لكن بدك إياها تولد بالضيعة؟ هون في دكاترة شاطرين ومستشفيات خصوصي للتوليد. ايه خلص هلا لوقتها فرج ورحمة شو. الله يعينك يا سلطان على حماتك. ليش شبني؟ هذا فوق ما عم اهتم له بمرته وحمله؟ روحي الله خلينا هيك يا رب. قومي يا مرة، قومي تأخرنا، قومي. لا لسه بكير. لوين؟ ما في روحة.
الليلة دانا ما لازم تسافر، لازم تنام هون حتى ما تتخدخد وتأذي حالها، هيك قالت الدكتورة. رجاء معها حق، ليش مستعجلين؟ ناموا هون وبكره بتسافروا. قوموا حطوا لنا عشاء. ايه؟ شوفي التليفون. الو، رانيا موجودة؟ عفوا غلط. عفوا. معقول يكون زعلان مني، بس أنا ما عملت معه شي. متضايق؟ بصراحة ايه متضايق وكتير كمان. بعرفك رجال. ما غلطت بمعرفتك معلم، لكن شبك داخل ببعضك هيك؟ الحقيقة انه كان في حدا مفخخنا، بس ليكنا ما وقعنا. بس وقع دياب، وبكره بدور الكركر بالحانة البل. ما في كركر، الخيط انقطع. يعني انمسك دياب؟ شو بعرفني؟ طلعت لعنده ما لقيته، راقبت من بعيد ما استفدت شيء. يا لطيف، يعني دياب راح؟ لك بكره بنعرف. اذا انكمش رح نعرف، واذا انصاب رح نعرف. لطيف على الحكي. لك هلا كنت رجال، شبك؟ ليش خايف؟ قلت لك ماني خايف. لا خايف ونص. وانا كمان خايف، بس مو مش شرطة. لكن من مين؟ انت خايف على دياب، بس انا خايف منه. وبمناسبة شو بقى؟ بمناسبة ال7 ملايين اللي بين ايديه، خايف يبيعنا بهالمبلغ. دياب ابضاي ما بيعملها. ولك بهالكار ما في حدا كبير على الطمع. ولا حط اصبعتك بعينك، مثل ما بتوجعك بتوجع غيرك. اذا كنت بمحله ما بتعملها. شبك سكت؟ ليكون متفق معه وسايق فيه علي لك شاهين. لك ما تحكي. ايه ماما، ما قلتي لي شو صار معك امبارح؟ شو صار معي؟ يو، مو انتي قلتي لي في شغله صارت معك بدك تقولي لي اياها؟ ايه صحيح، بغرفتك وبأول درج في ظرف وبقلبه رسالة، خديها قريها. رسالة؟ شو جاي على بالك تاكل حبيبي؟ شايفك مبسوطة. هلا ما قلت لي بدك تاكل شي؟ طيب وبابا؟ بابا مو جاي لي. إذا مو جاي خلينا ننده لخاله يتعشى عنا. ما بظن يجي، خالك هلا بالمحطة. طيب روح جيبه من المحطة. لا حبيبي، الدنيا ليل والمحطة بعيدة. وإذا كان أنا ما بخاف من العتمة. ما بأمن ابعتك لحالك، بكرة بنبعت له خبر يجي يتغدى عنا. ليش مو هلا؟ رح أقوم حط لك عشاء مشان تنام، بكرة عندك مدرسة. شو رأيك بالرسالة؟ بتعرفي ماما، أنا حاسة إنه أنا وهشام ظلمنا بعضنا بدون ما نقصد. بتعرفي ليش؟ ليش؟ لأنه ما التقيتوا بالوقت المناسب. رجاء دانا، اتركوا كل شيء من ايدكم وتعالوا، غيرنا المشروع، رح نتعشى برات البيت. يلا. ماما نديم يلا على العشاء. نديم، 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 ماما.
نديم؟ نعم. تو مين اجيت؟ جيت لحالي. حبيبي في اشي ماما؟ لا. طب ما خفت؟ لا. طب ليش اجيت؟ اجيت عشان نتعشى انا وياك. حبيبي بس نسكر المكتب نروح على البيت. ها؟ الو امينه؟ من وين عم تحكي؟ من غرفة دانا. أخي مشان الله نديم دورت عليه بكل البيت ما عم لاقيه، مشان الله يا أخي شوف لي يا وينه. نديم عندي، ما ينشغل بالك. لا مسافة الطريق بكون عندي. الله معك. بدك توعدني ما تعود تجي لحالك. توعدني؟ ايوه وشو كمان؟ كشفوا هويته وداهموا بيته لدياب تل زيوان، قلبوه فوقاني تحتاني. وهو؟ لا من تمه ولا من كمه، لساته بالعناية المشددة. ما خلوا الطبيب ما جابوا له اياه، بس ما في فايدة. دماغه عم يقولوا ميت بس قلبه شغال. مطول يعني؟ بده وقت على المشرحة. طيب مع السلامة. شو معلم؟ في اخبار عن دياب؟ دياب هربان ما له اثر. ابن عمك اللي وثقت فيه خانك وهرب بالمصاري. مو معقول هالحكي، ما بصدق. لا صدق لك شاهين، الطمع بيساوي كل شيء. الله يسلم الديات يا صفوان بيه، والله سهرة من العمر، حاس حالي كأني ولدان اليوم الجديد. ها كل ما دق خلقكم تفضلوا، اهلا وسهلا. يا عمو اذا على دقة الخلق معناتها لازم نضل هون على طول. لك لا يا دانا، هلا بيفكروا اني عم عزبه. شو هالحكي يا ابو نديم؟ دانا مو قصدها عليك. لا كان على مين؟ قصدها انه الضيعه ما فيها ادوات تسليح. والله حما زي هيك، لا شوارع لا مطاعم لا محلات ولا شيء. ما في غير هالمحطه والاستراحه. لك حتى هي ما عاد اشتغلت. الو مين؟ مين؟ مثل العادة سمعوا صوتي قاموا سكروا. مين يا ترى؟ شو بيعرفني؟